اليوم أنا قررت أطلع وأطالع لكم اللي بداخلي، ولأول مرة بحياتي. يعني أنتوا بتعرفوني أنا شخصيتي مو هيك، ما بحب أحكي عن أشيائي الخاصة، حياتي الخاصة بحب خلاص أخليها بداخلي، وما بحب أطلع على العلن ولا بحب ترند ولا بحب هاي كل هالأمور. بس اليوم أنا قررت ولأول مرة أطلع أحكي بحياتي، لأنه قبل شوي أنا قاعدة عم بلعب مع آدم وميرا، تمام؟ بأمان الله. وصلتني رسالة من مين؟ من سدرة. هي الرسالة، يعني أنا أول شي فكرت إنه هي في شي مقلب، تمام؟ في معقولة هي الرسالة تكون مبعوثة إلي، لأن كلها كلمات بذيئة، يعني الرسالة أبدا مو محترمة. هي رسالة باللغة السويدية طبعا، بس أنا راح أحكي لكم مختصر. يعني الرسالة إنه مرة ثانية تطلعي تحكي عني بالسوشيال ميديا. أنا ما حكيت عنك بالسوشيال ميديا، راح أجي أنا شخصيا بتمك. فهمتي ولا لا؟ انتي وحدة حية وما بدي اشوف وجهك مرة ثانية. انا قاعدة بجايز، انا بحالي ما عملت شيء، ولا حكيت عنهم ولا عملت، ولا مع اني بتجيني كثير رسائل، كثير بشوف مقاطع على التيك توك كثير، بس خلص انا سكرت على الموضوع. اليوم تجيني هي الرسالة، يعني انا ما عم بعمل، انا عم بتفادى، انا عم ما عملت شيء، انا عم بتفادى وما عم بحاول اعمل اي مشاكل ولا اي شيء. يعني حتى بايفنت نور ستارز رحت، شفت كل العيلة هونيك، سلمت على الام لاني انا بحترمها وبقدرها، وسلمت عليها. وانا كنت حابه يعني نرجع نتصالح، لانه احنا بالنهايه اهل، وعلى موضوع تافه قلت خلص يعني. فاليوم بتفاجئ انه هيك جايتني هالرساله. يعني انا شوفوا شلون عم بفكر باي طريقه، وهم شلون عم بفكروا باي طريقه. فانا بس حبيت احكي لكم انه اللي على السوشيال ميديا كله فيك. اللي انتوا الصوره اللي انتوا بتشوفوها كلها فيك. هاي هي الحقيقه. هذا اللي انتم ما بتشوفوه ورا الكواليس، تمام؟ يعني انا بتفادى، انا ما بطلع احكي، ما بحب اطلع اعمل بلبل وترند، مع انه انا في كتير مواقف صايره معي، يعني معنا مع بيت بيوتي. مو العيد ميلاد، هذا العيد ميلاد موضوع تافه، في اشياء ثانيه صايره قبل العيد ميلاد، وانتم شفتوا بعض من هالشغلات. هي بس اشياء بسيطه، تمام؟ في اشياء ثانيه انا ما بحب اطلع احكي عنها، لاني ما بحب الشوشره وما بحب احكي وما بحب اعمل شيء. بس مع ذلك احنا بحالنا، يعني انتم شايفين الهجوم انا عم يجيني، يعني انا بحالي وما عم بعمل شيء. هي ما بعرف، فانا مثل المصدومه انه انا ليش هيك انه انا عم بتفادى. ليش الناس عم تجي تتهجم علي، تكتب لي هيك رسائل؟ انا شو عملت؟ انا لا قللت احترام؟ انا المفروض هي تحترمني، ما تكتب لي هيك رساله، لانه انا مرت خالها. هي اولا واخيرا، تمام؟ ونحن كنا بيوم من الايام، لك انا وياها كنا بستيز، يعني كانت تحكي لي امور وانا كنت احكي لها امور واسرار ما حدا بيعرف عنها. يعني هيك فجأة كل شيء ينمحي. يعني والله انه انا متفاجئة انه شلون هيك في ناس. هل جاوبتي على هالرسالة يا شهد؟ لا، ما جاوبت على هالرسالة، لاني بصراحة ما عرفت شو اجاوب. اوكي، اكون معكم صريحة، ولا تجوا تحكوا لي انه انت لازم تحكي معها، تروحي تعاتبيها بان بيرسون او تتصلي عليها. لا، اللي هيك اسلوبه معي انا بصراحة ما بحكي معه، ما بناقشه ولا بعاتبه، لانه ما بيستاهل العتب. فانتوا اللي بتشوفوا بالسوشيال ميديا، هي الصورة اللي انتوا شايفيها هي كلها فيك. بالحقيقة او وراء الكواليس هي غير شيء. يعني انا بس بدي احكي لكم شغلة عني انا وسياماند، انه انا وسياماند يعني ناس بحالنا، اكثر ناس بحالنا، اوكي؟ يعني وعنا مشاكلنا، عنا مشاكل كثير، بس الناس اللي بالسوشيال ميديا ما بتشوف هالمشاكل، ما بس بيشوفوا الظاهر انه حياة سعيدة، قاعدين ببيت، قاعدين مبسوطين، عندكم فلوس. بس الحقيقة غير هيك. كل انسان حرفيا وراه قصة، اوكي؟ يعني انا وسيمان يعني انتوا اكيد بتشوفوا سيمان ما بيصور على السوشيال ميديا، لانه سيمان مريض، اوكي؟ ما بدي احكي عن الموضوع. او ماي جاد،